ورحمة الله وبركاته. معاكم آلاء هشام، مدربة تربية بشرية واستشارية علاقات أسرية. أهلا وسهلا بيكم مع رابع حلقة من برنامجنا احنا معاكم للمغتربين. حلقتنا النهاردة عنوانها ازاي اجدد علاقتي بزوجتي وانا في الغربة، او احتياجات الزوجة اتجاه زوجها في الغربة. اول حاجه واول نقطه هنتكلم فيها هو التواصل. لازم يكون تواصلك معها بشكل مستمر. يعني ما ينفعش تقعد يومين من غير ما تكلمها خالص بحجه انك مشغول، بحجه انك تعبان. لازم على الاقل مرتين في اليوم، بيبقوا اخر الليل ومره الصبح، زي ما انت تحب. تمام. اما فكره التواصل او انقطاع التواصل تماما مع البيت غلط تماما. تاني نقطة، يا ريت الرسائل بقى الصباحية الجميلة اللي الواحد يبدأ فيها اليوم وهي فعلا تحس انك فعلا مهتم بيها. الرسائل الصباحية دي بتفرق جدا مع الست، حتى لو بسيطة جدا. تمام. تالت حاجة الاهتمام. الست عبارة عن كائن اهتمام، اهتمام ثم الاهتمام ثم الاهتمام. اهتمامك بصحتها، اهتمامك بسؤالها عن احوالها بتفاصيلها، وطبعا كل واحد ادرى بتفاصيل مراته واللي بتسعدها. اهتمامك بتفاصيلها دي هيحسسها فعلا انك جنبها، حتى لو مش جنبها جسديا فانت جنبها بكل ما تملك، معنويا، بسؤالك وي. تمام. الاهتمام. رابع نقطة، ولادك. لازم يوميا يبقى في كلامك بينه وبين ولادك. لو انت مغترب وليك ولاد، يوميا لازم تكلمهم. مش لازم المكالمة تطول قوي، بس لازم تكلمهم ولازم يسمعوا صوتك ولازم تطمن عليهم يوميا يوميا، حتى ولو في اخر الليل. وطبعا في الاسبوع لازم يبقى في ليك يوم اجازة من الشغل. طبعا يوم اجازتك ده ما تضيعوش غير مع ولادك ومراتك. يعني ايه؟ يعني تكلم ولادك كل واحد لوحده بفيديو، وتحكي له في معنى صح، تسمع من ولادك وتعيش معاهم دور الأبوة اللي أساسا يكاد يكون معنى صح معدوم في المغتربين. مش عايشين دور الأبوة خالص، إن هو عبارة عن بنك بس بيبعت الفلوس. وطبعا ده غلط جدا وبيفسد الولاد اصلا بعد كده، لانه بيطلع تحت بره سيطرة والدته اصلا اول ما بيكبر في السن. ولو مش كنت حضرتك مصاحب لولادك حتى وانت في الغربة بيوم واحد بس تقضيه معاهم، كل واحد تكلمه عن انفراد بفيديو ويحكي لك وتصاحب ولادك، كده انت بتقضي على علاقتك الابوية بينك وبينهم. ولما تنزل هيبقى في مشاكل جامدة حتى لو هما صغيرين. لازم انت تعودهم انك دايما في حياتهم وانك انت متابع تفاصيلهم. مش ينفع الواحدة هي اللي تشيل مسؤولية كاملة. تمام يا جماعة؟ ما تخليش بعدك الجسدي كمان يبقى سبب في بعدك كمان المعنوي او دورك الابوي نفسه. فكرة ولادك. 5، حضرتك مش مغترب علشان تصرف فلوسك هنا وهنا ومش تضيع فلوسك وما تدبقش. حضرتك مغترب علشان توفر حياة كريمة لأسرتك. معنى كده انك لازم تكون مدبر، ولا تمسكها قوي ولا تسيبها قوي، بس لازم يبقى انت مدبر انت ومراتك وتعرفين تفاصيل ما صح. عارف، معرفها تفاصيل شغلك وتفاصيل مرتبك، ومعرفها انك تدبق ايه وهي بتمشي البيت ازاي وبتصرف فين. ولازم تبقى عارف كل صغيرة وكبيرة في البيت بتروح فين. ولازم تبقى خايف على فلوسك لانك بتتعب وبتضيع صحتك وبتضيع فعلا بعدك عن ولادك. ده كله في سبيل انك بتوفر حياة كريمة ومش عارف توفرها، فدي كارثة تانية. يبقى لازم اكون عارف الفلوس بتروح فين، ولازم ادبر جزء من الفلوس، علشان لازم اكون محدد المدة الزمنية اللي انا قاعدها في الغربة، علشان لما انزل يكون معايا مبلغ مالي كويس جدا افتح مشروع واقعد وسط ولادي. فكرة ان الواحد يبقى سايبها كده لله وعشوائية، ده مش هتضر غير حضرتك ومش هتضر غير ولادك. انك بمعنى صح بتبعد عنهم السنين كلها وكل عمرك بيتفني في الغربة وما بتعيش الحياة كمان انت بتتمناها. رقم 6، لازم يبقى الجملة دي قدامك جدا. ايه الجملة دي؟ ان زوجتك شايلة مسؤولية كبيرة في غيابك ومستحملة عدم وجودك جنبها بصعوبة جدا. يعني فكرة انك تقلل من مسؤوليتها علشان انت متغرب وقاعد مثلا بتشتغل، لا هي مش بتلعب برضو، هي برضو شايلة مسؤولية البيت. اب وام لازم تكون موجودة وشايلة الحاجات المفروض انت تقومها، بتتسوق وغيره. كل حاجة انت بتقوم بيها هي شايلاها، فهي شايلة مسؤولية كبيرة جدا. ففكرة انك تقلل منها وتكبر في دورك فده مرفوض تماما. انتوا الاتنين شايلين مسؤولية كبيرة جدا في عدم وجودكم جنب بعض. وخد بالك كمان، انا هقولك على حاجة، ان فكرة ان الزوجة اصعب حاجة على الواحدة ان فعلا شريك حياتها يبقى بعيد عنها جسديا او مش موجود جنبها. الواحدة لازم تبقى تحس بالاحتواء والامان بوجوده جنبها، راجلها زوجها. ففكرة انك مش موجود فدي صعبة جدا على الست، صعبة جدا جدا كمان. حتى لو هي مش بينت كده، حتى لو مش اشتكت، حتى لو كده، فهي يكفي بس ان هي مش بتشوفك. يكفي كده انك كده لما تكون مضغوطة او مش بتلاقيك جنبها، فدي كارثة لوحدها. النقطة رقم 7، حضرتك الست تكسبها بلسانك.
خليك متفاهم معايا جدا ان الست بتكسبها بلسانك. يعني حضرتك مش متغرب علشان تنكد عليها وعشان كل مكالمة تبقى بشكل، لا، كلامك الرومانسي وكلمة بحبك على طول على لسانك. الست عبارة عن كائن رومانسي، كائن بيعيش بالاهتمام، عشان هو متفقين في كده. فكلامك الرومانسي ده هيسهل الامور، هيخلي الست تقوم بواجباتها ومسؤولياتها براحة، ان شريك حياتها بيحبها، شريك حياتها فعلا مرتبط بها عاطفيا، مخلص ليها. فدايما لسانك يتكلم بكلام كويس معاها. رقم 8، دايما بقول ان المفاجآت بتقلل التوتر في اي علاقة. المفاجآت بتحسس ان الواحد فعلا ان شريك حياته هو خلاص، هو كل حاجة ليه. لو ليك حد قريب منك وعارف ومتأكد ان هو بيحبك وبيحب يشوفك مبسوط، ممكن انت توصيه انه يعمل مفاجأة ويسيبها لها قدام الباب، وانت تتصل وهي تفتح وتشوف مفاجأة، هيبقى ليها يعني ايه رونق تاني. طب لو مش ليك حد مثلا بتثق فيه، انت ممكن تشحن لها مفاجأة على ذوقك، وتقول لها مثلا ان في حاجه في الشغل لازم تستلميها من هناك، وتخليها هي تروح تستلمها، برضه هيبقى ليها اثر كبير جدا في علاقتكم. رقم 9، مشاكل الاولاد ومشاكل الاهل اي مشاكل في الدنيا مش ينفع كل مكالمه تتكلموا فيها. حددوا يوم في الاسبوع تتكلموا عن المشاكل كلها، عشان مش كل مكالمه تبقى نكد. تمام. 10، لما تكلمها فيديو مش مطلوب هي من حضرتك انها تبقى في ابهى صوره ليها، وحضرتك سوري تبقى معفن، يعني ظاهر بمظهر مش كويس، ده ما ينفعش خالص. يعني هي كمان انت مش موجود جنبها وكمان ظاهر لها بالمنظر ده. مطلوب لما حضرتك تكلمها فيديو تبقى بأبهى صورة ليك، حتى لو تعبان تعالى على نفسك وظبط نفسك وكلمها، دي زوجتك والمطلوب منها، المطلوب منك انك تظهر في أبهى صورة ليك. تمام. 11 واخر حاجة انا سايباها عشان مهمة جدا، الفترة الزمنية. اسلامنا وديننا حدد ان الفترة الزمنية او البعد الزوج عن الزوجة ما يزيدش عن 4 شهور. ازاي دي؟ انت بتقولي ايه؟ انت هتخربي علينا والناس هتقوم علينا وزوجاتنا. بس اصبر بس واسمع الكلام لحد الاخر. يعني ايه؟ يعني الايه في سوره البقره بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الآية دي لما تروح لتفسيرها هتعرف إن ربنا حدد البعد الجسدي للزوج والزوجة عن بعض والحقوق الشرعية 4 شهور. طب ممكن إحنا نتراضى وهي تبقى راضية عن بعدك؟ يعني ممكن هي تبقى راضية عن بعدك مثلا سنة، بس نصيحة منك من أختك ما تزيدش عن سنة، لان بعد السنه هيحصل مشاكل تانية ممكن انت مش تلحقها. فما تزيدش عن سنه، لا اما تبعت لها زياره لا اما حضرتك تنزل اجازه. ما تزيدوش عن سنه يا جماعه في العلاقه الخاصه بين الزوجين والحقوق الشرعيه، حتى لو ما طلبتش لان دي حقك عليها وهي حقها عليك نفس النظام، والموضوع ده مهم جدا. تمام يا جماعه؟ دي كده ملخص سريع للحقوق الزوج على زوجته في الغربة، ويا ريت نعمل بيها، يا ريت نتفاعل مع الفيديو ونشيره، عشان في ناس فعلا محتاجة الكلام ده. مش مطالب مني انا كل فيديو اقول لكم على الموضوع ده. تفاعلوا يا جماعة مع الفيديو، شيروه عشان الناس فعلا تفوق وتبدأ تظبط علاقاتها مع مراتاتها. في نقطة أخيرة، بلاش يا جماعة زوجتك انت وهي سركم مع بعض، مالش حد يعرف تفاصيل شغلك، مالش حد يعرف تفاصيل حياتك الزوجيه معاها. ما تحكيش لحد اي حاجه في الغربه عن بيتك وحياتك الزوجيه. سر السعاده الحقيقيه ان بيتك يبقى مقفول عليك، محدش يعرف عنه حاجه. الراجل فعلا هو اللي يقدر يحافظ على بيته في النقطه دي. سعيده جدا ان كنت معاكم، يا ريت نتفاعل مع الفيديو ونشوفكم ان شاء الله الحلقه المقبله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا يا شيخ.